باتي. ليتس باتي لا تحاتي يا جماعه. اليوم يا بولي ليتس باتي تقريبا كل المنيو. ليتس باتي غنيين عن التعريف ومسوين نيو لوك وايد خطير. اول شغله الدياي ترى من الكويت، سبايسي والعاديه جوسي على الاخر. وغير كذي يا جماعه اذا طلبتوا اي نوع من انواع المقبلات طلبوا الصلصات معاهم لان كلها هوم ميد. ما عندهم ولا شيء ياخذونه ذاهب، ما عندهم ولا مقبلات فروز، يعني اللي قاعد تاكلونه فريش 100%. يعني الموضوع دلع بدلع، طعم لذيذ وجوده جدا عاليه. سباي ترى غني عن التعريف على الاخر. خل اراويكم العلبه الجديده بالشكل الجديد. وعلى فكره نهايه البوست في مسابقه 20 دينار، فسمعوا التفاصيل بالاخر. والله العلبه كأنها ورده، فتحها يا ورده، بس عجيبه عجيبه عجيبه. تدرون ان البن عندهم اللي بالسمسم والبوتيتو يسوونه هوم ميد، فهذا اللي معطيهم الاضافه اللذيذه والمتميزه. عندهم توصيل اسلام من اسواق الجرين، عن قريب بابو الحصاني يا جماعه والجابريه. المشروم والترفل شهادتي فيهم مجروحه، جدا لذيذين. وطبعا يا جماعه هم مره بالشهر ينزلون اسيزونال ايتم. اجنحه دياب البافلو خياليه ترى. طبعا الفكره كالاتي، ان ينزلون حق ليمتد اديشن لمده الله عجيبه، ينزلون برجر جديده لمده شهر ليمتد اديشن. براويكم البرجر لان هذه كانت الذ شغله موجوده اليوم. هذه تشيكن راب شلون نسيتها. بس يا جماعه اللي براويكم اياها اللي هي الاوكلاهوما، هذه اللي بيخربها. هذه يا جماعه اوكلاهوما جريلد تشيز برجر، بريوش توست، جبن وتو باتيز خطيره كانت. كلاسيك برجر انا ما اكل فيها كاتشب، صاحبي كله. يا جماعه شوفوا شروط ال 20 دينار مسابقه تحت.